السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنكمل معا قصة خلق الإنسان. في سورة البقرة يقص علينا ربنا تبارك وتعالى قصة الخلق الإنساني، فيقول جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم انبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم. هنا هتكون بداية التأمل، هي قول الحق تعالى: وإذ قال ربك للملائكة. التنبيه هنا لكل اللي بيقرأ القرآن الكريم إنه له خالق ورب، هو الله عز وجل، إنه اسم لواجد الوجود صاحب القدرة المطلقة في كونه وخلقه. عندما نتأمل هذا القول هنجد إنه يتضمن عدة نقاط. أول نقطة: بلاغ من ربنا سبحانه وتعالى للملائكة إنه جاعل في الأرض خليفة. تاني نقطة: إن الملائكة لم يسألوا عن الأرض كأنهم على علم مسبق بيها، وكمان ما سألوش عن الخليفة، هم فهموا اللي ربنا سبحانه وتعالى عايز يقوله لهم. ثالث نقطة: استدراك الملائكة كان على الإنسان نفسه اللي ربنا سبحانه وتعالى أخبرهم إنه خليفته. هم شايفين إن هو هيفسد في الأرض ويسفك الدماء. من هنا هنستنتج إن الملائكة كانوا على علم بوجود الأرض، ومن ده برضو نستنتج إن الملائكة رأت خلقا آخر عاش على الأرض وأفسد فيها، كأنهم عاشوا التجربة قبل كده، ولكن عليهم أن يذعنوا لأمر الله تعالى الذي يأمر فلا يعصيه أحد. وربنا سبحانه وتعالى لما أخبر الملائكة فهو لم يخبر كل جنس الملائكة، لكن رب العزة أخبر الملائكة اللي ليهم صلة بخدمة الخليفة القادم على الأرض وصيانته وحفظه، كالمدبرات أمرا والحافظة والرقيب والعتيد. عندما نتأمل قول الحق تبارك وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، التأمل لكلمة خليفة بيوضح لنا إن الإنسان جاء ليخلف بعضه بعضا، وبرضه نفهم إن الخليفة هو من استخلفه الله في الأرض وجعل كل الأشياء تنفعل له، بمعنى يوقد النار فتشتعل، يزرع الأرض فتنبت، يستأنس الحيوان فيأنس له الحيوان، يستخدم الأنعام في الطعام والتنقل ويأخذ منها اللبن ليشربه والصوف ليغزله، فتخضع الأسباب للإنسان. ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم بعد إن خلق الكون وبقية المخلوقات. إحنا مش هنقول إن آدم هو أول من عمر هذا الوجود، ممكن يكون هناك خلقا كثيرا سبقوا آدم في الوجود، لكن آدم هو أول الجنس البشري. وربنا سبحانه وتعالى لما خلق آدم علمه الأسماء كلها عشان يقدر يتعامل مع مجريات الأحداث في الكون. فآدم لو ما كانش يعرف الأسماء كلها ما كانش هيقدر يتحدث مع ولد من ولاده، وما كانش هيقدر مثلا على سبيل المثال يقول لابنه من أبنائه: انظر هل أشرقت الشمس أم لا. وبالتالي كان لابد أن آدم يعرف الأسماء كلها. يقول الحق تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. الواحد مننا لما بيتعلم أو بيعلم ابنه الكلام
هو ما بيعلموش الأفعال، لكن بيعلموا أسماء الأشياء. بمعنى يقول لابنه هذا كوب، هذه منضدة، هذا طبق، هذا طعام، لكن محدش بيقول لابنه يعلمه شرب معناها كذا وأكل معناها كذا. اللي بيتعلمه الطفل أولا هي الأسماء، عشان هي دي اللبنة الأولى، وبعد كده بتأتي المزاولات والممارسات، فبيتعلم الإنسان الأفعال. فربنا سبحانه وتعالى قذف بالإلهام كل الأسماء في قلب ووجدان وإدراك سيدنا آدم، بدليل إن المسميات لما تم عرضها على الملائكة هي معرفتش اسمها. في النقطة دي بالأخص تساءل البعض عن السر في اختلاف اللغات من مكان إلى آخر، رغم إن الخالق الأكرم علم آدم المسميات الموجودة في الكون. فلماذا إذن هناك ألوان من اللغات والألسنة؟ الإجابة هي إن تنوع فترات التاريخ وتتبع انتشار الإنسان على الأرض يجعلنا نجد إن كل مجموعة من اللغات بتقترب من بعضها لتكون لغة واحدة. فالفرنسية والإنجليزية والإيطالية مأخوذة عن اللاتينية، والعبرية والسريانية لهم علاقة باللغة العربية. وكمان اللهجات اللي بيتكلم بيها العالم العربي تتنوع في اللغة الواحدة. وبكده انتهينا من تعليم آدم الأسماء كلها. هندخل في نقطة تانية مهمة جدا. في سؤال: الجنة اللي دخلها سيدنا آدم عليه السلام، هل هي كانت جنة الخلد أم جنة الدنيا؟ يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. علماء كتير قالوا إن المقصود بالجنة هي جنة الخلد في الآخرة. وهنا تساءل الناس: كيف يمكن أن يدخل إبليس جنة الطائعين لله تعالى وهو عاصٍ؟ وكيف يمكن أن يدخل جنة الخلد ثم يخرج منها، مع إن الله تعالى قد كتب إن كل من يدخلها لا يخرج منها؟ هنجاوب على السؤال ده في الأحداث الجاية. طب ما هو آدم خلق للأرض عشان يعمرها ويعيش فيها. طب هو آدم لو ما كانش ارتكب معصية كان هيفضل في الجنة؟ طيب مدام آدم خلق خليفة لله تعالى في الأرض، فلماذا سكن الجنة أولا؟ هنقول إن دي حكمة الخالق عز وجل. آدم خلق ليتلقى المنهج من الله تعالى في افعل ولا تفعل، افعل كذا فإن لم تفعله فسدت الأرض، ولا تفعل كذا فإن فعلته فسدت الأرض. والأفعال اللي ما فيهاش فساد ربنا سبحانه وتعالى تركها مباحة في أن يفعلها آدم وذريته أو لا يفعلوه. فمنهج رب العزة أساسا بيمنع أن تفعل ما يحدث الفساد في الأرض، ويأمرك أن تفعل ما يمنع الفساد في الأرض. في سؤال هنا مهم جدا: هو آدم ترك هكذا دون أن يوجد من يحاول أن يفسد عليه منهج الله؟ لا طبعا، جه الشيطان عشان يفسد منهج الله في نفس آدم، فيزين له أن يفعل ما نهاه الله عنه وألا يفعل ما أمره الله به. بمعنى إذا قال الله لآدم صل، زين له الشيطان ترك الصلاة، وإذ قال الله له لا تشرب الخمر، زين له الشيطان أن يشرب الخمر. فهي عملية إفساد للمنهج. وربنا سبحانه وتعالى يريد لخليفته في الأرض أن يتبع منهجه حتى يسعد في الدنيا والآخرة. وعشان كده كان لازم يتم تدريب آدم بالتجربة العملية على اللي هيحصل لو أطاع المنهج، وإيه اللي هيحصل لو عصى منهج الله.
كان لابد أن يتلقى تدريبا عمليا في افعل ولا تفعل، فالمنهج لابد أن تأتي معه التجربة حتى يكون التطبيق صحيحا. أي افعل يا آدم ما تشاء بالنسبة للتمتع بثمار هذه الجنة وخيرتها، ولا تفعل أي لا تقترب من الشجرة. وهكذا منهج الله تعالى في الأرض، يبيح لنا الكثير والكثير جدا، ويحرم علينا القليل والقليل جدا. وربنا سبحانه وتعالى حذر آدم من عدوه وهو إبليس، وده لأن عداوة إبليس ثبت بامتناعه عن تنفيذ أمر السجود لآدم، ثم بعد ذلك بما أظهره من نوايا. ودلوقتي هنجاوب على السؤال اللي سألناه في الفيديو: يا ترى الجنة اللي عاش فيها سيدنا آدم عليه السلام كانت جنة الدنيا أم جنة الخلد؟ هنجاوب ونقول إن الجنة اللي عاش فيها آدم عليه السلام ليست هي جنة الخلد، لأن الحياة في جنة الخلد لا تأتي إلا بعد التكليف، فهي جزاء لاتباع منهج الله تعالى، وليست سابقة على هذا المنهج. كما إن جنة الآخرة هي جنة الخلد، من يدخلها لا يخرج منها أبدا. وآدم عليه السلام مخلوق للأرض، إذن فالجنة اللي عاش فيها آدم هي مكان أعده الله سبحانه وتعالى له ليتم تدريبه فيه على المنهج، أمرا بقوله تعالى: فكلا، ونهيا بقوله تعالى: ولا تقربا. أتمنى من الله عز وجل إني أكون أفدتكم وتناولت الموضوع والقصة بشكل سهل وبسيط. ألقاكم على خير إن شاء الله في الفيديو القادم. هل كان السجود لآدم عليه السلام بأمر الله تعالى؟ طب ما احنا كلنا عارفين إن السجود لغير الله منهي عنه. هنعرف كل الأسئلة إن شاء الله في الفيديو القادم. ما تنسوش اللايك ودعوة حلوة. أشكركم وإلى اللقاء.